السلام عليكم. معكم أبيار من قناة تيم أبو الليرة، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من سلسلة بطل الدوري الحلقة الخامسة. يو اوكي. على طلبكم من التعليقات عملنا حلقة بطل الدوري لأفضل مسلسل سوري كوميدي. طبعا يا جماعة الخير المسلسلات السورية الكوميدية أكثر منها ما في، ولكن بعد اجتماع صغير انتقينا أفضل 16 مسلسل وأكثر مسلسلات جماهيرية، ورح نعمل بيناتهم مسابقة بطل الدوري. فبدون اي تاخير، زي ما لكم مشتركين بالقناه اشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس، حطوا لنا لايك على هذا الفيديو، وشاركوا معنا بالتعليقات برايكم شو هو افضل مسلسل. وبدون اي تاخير خلونا نبلش. خلينا نبدا اول شيء بالمرحله الاولى، مرحله القرعه كالعاده، وسحبنا اول ماتش او اول مباراه. بس قرعه في لفتحة شعر هي قرعة. اوكي طيب طبعا. يلا اول فريق واللي هو جميل وهناء. اوه ماي جاد، حلو. جميل وهناء رح يلعب مع ابو جانتي. اصلا جميل وهناء مع ابو جانتي. ماتش حلو اول واحد، تفضل. ماتش الماتش حلو. الثاني ماتش عش المجانين. عش المجانين بدي العبه صايعين ضايعين مع عش Oh my المجانين. God. روح اسحابها بيعرف. يلا. عندي في انا الخربه خربة الخربه والصالون مع يواجه ضبو الشناتي. اصلا مصطفى. طيب يلا هلا نشوف اول فريق. كسر الخواطر حلو. مع بكره احلى. اوه هدول اثنين صاحبنا. اثنين محمد اوسو. طيب بس حلو لانه هيك بنصفي والله واحد بيناتهم التقييم يعني. بس حرام. المسلسل هذا دنيا دنيا اسعد سعيد. تمام مع مين؟ ضايعة. اوه حلو. والله اثنين قويين. ابي اعرف. بيعرب عنده ولا عنده؟ انا ابي اعرف انت. يلا وقع الضوء بقع الضوء مع مين؟ كلاسيكي قوي. كلاسيكي قوي. تخيل يواجه مرايا، اوه كلوا اثنين لا. كلاسيكيات. مع عيلة خمس نجوم. حلو. طيب اوكي خلينا نشوف انا. مرايا لا عندك يوم. مرايا مع هات هي المطعوجة. لا في جليتش. هذا شو شغال نظام مع الواق واق. تفضل. هلا مرايا اخر ماتش راح يكون مع مرزوق على جميع الجبهات مع اكيد مرايا. يوميات مدير عام حبيبي مرايا طلعت عندي. طيب يا جماعة الخير، هاي الماتشات قدامكم دور 16 رح يبلش، ولكن كالعادة قبل ما نبلش رح نكتب توقعاتنا ونتكم جيبنا لحتى نشوف بالاخير مين رح يتوقع المسلسل اللي رح يربح. وهلا يا جماعه كتبنا توقعاتنا على ورقه وراح نخبيهم لاخر الفيديو. يلا خلينا نبلش بدور ال 16. شباب افضل مسلسل. بس قبل ما تبلش ايش بس عم تحلق الورقة. خلينا نبدا بالماتش الاول اللي هو جميل وهناء مع ابو جانتي. نحكي شوي عليهم. حلو. مين بدي يبلش يعطينا رايه بدون مقاطعات؟ تفضلوا. هلا ابو جانتي معتبر انه مو من الزمن القديم، كثير من الزمن الوسط. طبعا ابو جانتي كانت صراحه بذروه شبابنا هيك ايام رمضان، كان حلو، كان هيك نستناه. جو جديد من المسلسلات الكوميديه، بحس انه فكره جديده انه تاكسي وهذا وهيك يعني. صح. فكره حلوه. مزبوط. جميل وهناء يعني ايقونه صراحه للدراما وللكوميديا بنفس الوقت السوريه. انا بشوف جميل وهناء يعني جميل جدا. بالنسبه لابو جانتي حكيت لكم رايي فيه. جميل وهناء صراحه ايقونه المسلسلات الكوميديه السوريه، يعني بتحسه ايقونه. جميل يا جميل رد ما برد يا هنا ردي ما بدي ايه صعب إيه. الدو يا غدا. صعب الدو. رايك؟ رأيي أنا جميل وهناء مسلسل قوي جدا، ولكن مو لجيلنا. والكوميديا فيه إذا بترجع تتفرج عليه ما فيه شيء بضحك مثل أبو جانتي، لأنه أبو جانتي ما عدا شخصية أبو شهاب اللي هو أبو جانتي، في عندك شخصية أبو ليلى الخطيب، في عندك رفرفت، في عندك شخصيات كثير بتضحك. بس جميل وهناء يعني الكوميديا اللي كنا نضحك عليها أظن الله إذا تفرجنا عليه ما نضحك، بس أبو جانتي إذا تفرجنا عليه مرة ثانية رح نضحك كثير كثير كثير. هذا رأيي. هلا انا بالنسبه لي جميل وهناء شوف هو حلو كنوستالجيا كمسلسل، يعني هيك شغلات ذكريات، عرفت شلون كانك تشغله فيه حنين. بس اذا بدنا نحكي كافضل مسلسل كوميدي بظن انه ابو جانتي فيه كوميديا لحد الان نقدر نضحك عليها، يعني طلع منه ايقونات هيك بالنكت تبعت قبل لحد الان العالم تستخدمها، تبعت مين سمير والله احمد اخذ
والعالم مظبوط. هدول لحد الان بتستخدمهم. فيك تقول مسلسل ابو جانتي هو عصاره بعض الشخصيات اللي كانت في بقعه ضوء انضافت على مسلسل ابو جانتي، مثل ابو ليلى، مثل عراضه، مثل صح. موضوع شوفير التاكسي شوفير أصلاً التاكسي، كلهم كلها ماخوذه من مسلسل بقعه لوحات. ضوء، من لوحات بقعه ضوء. طيب تصويت. تصويت انا بقول ابو جانتي. اب جانتي. فاذا ابجانتي بيتاهل معنا بنكر. وجميل وهناء مع عالسلامة. الاسف. طيب المباراة اللي بعدها حتكون بين عش المجانين وصايعين ضايعين. حلو مصطفى. يعني هلا انا اتوقع مباراه سهله كتير. طبعا لا ليش سهله؟ عش المجانين انا مالي شايفه اول شغله، يمكن شايفه لأن ممكن قديم ماني متذكره. مين كان فيه؟ كان فيه حسام تحسين بيك أندريس وهيك. كاف. اندريس كاف وكان فيه حسام عيد. لا ما هو جوي. مع انه كان بما انه انت قلت كان- لي حسام عيد خلاص سكر لي حسام على عيد السيرة. لانه بتحسه ما بيلبق له المكان الكوميدي. ما بس هو دور زكي كان لابق له. ايه طبعا ايه. ايه صح، بس ابو الدراويش وزكي فهمت عليك، بس انا ما على فكره هن الاثنين نفس الشيء، شابين فاشلين ومعهم واحد ختيار عم يقودهم صح. المسلسلين. بس هون عندك الممثلين بيلعبوا دور، ايمن رضا وعبد المنعم عمايري وحسن حسني. يا زلمه. هلا شوف، بما انه حسن حسني يعني ايقونه الكوميديا المصريه طبعا، مع الكبار يعد عادل امام والشله هدول. ومعهم ايمن رضا وعبد المنعم عمايري. انا عبد المنعم عمايري بيعجبني كثير وأندريس بتمثيله. كاف. طيب اخي انا صايعين ضايعين صراحه بدون تردد. انا مثل راي مصطفى، يعني عش المجانين اساسا ما بتذكره كثير وما تابعته بقوه، بعرفه دوري شايفه ما- حلقات ايه ايه. ما بس صايعين ضايعين لحد الان لحد احنا عم بتفرج نقيم كشيء حلو، ككوميدي تضحك من إيه. قلبك. صايعين ضايعين لحد انسالي بتضحك. انه هذا بضحك، في شيء فكره حلوه جديده خلص. شوف صايعين ضايعين. عش المجانين نفس الكلام اللي حكيته على جميل وهناء، فيه هيك حنين ذكريات، طريقه تصوير هيك بتحسك انه بالبيت القديم كذا. بس ككوميديا صايعين ضايعين اقوى, أقوى. بالكوميديا. صح. فلحد الان نحن متفقين صايعين ضايعين. ضايعين. فاذا عش المجانين لبرا، صايعين ضايعين بيربح بنكمل. معنا. الماتش اللي بعده الماتش اللي بعده الخربه وضبوا الشناتي. اوه والله أنا اثنين هذا قويين. بالنسبه لي صعب. والله اثنين قويين. كثير صعب بالنسبه لي انا هذا. يعني دريد لحام ورشيد كتير. عساف مع احمد احمد ومحمد حداقي كانوا عاملين شخصيات ايقونيه. تقريبا مسلسل الممثلين هون اغلبهم بهون. صح. هلا الخربه انا بقول انه هو تقليد لضيعه بس صح. باسلوب يعني قريه ثانيه، لهجه ثانيه. لهجه ثانيه. يعني فكره الخربه حلوه. كثير. يعني انت تتذكر بس باسم ياخوذ بقول اسف تحقوس كله والله ابقى بضحك. عقور. ايش خير. معلم ضلت علينا فتره ماسكين هي اللهجه. معقول. ابقى عقور. ومين تاني؟ بمالحه. او مالحه. او مالحه زبط السماعه. ومالحه وبوقع قوت. ضلت فتره نحكي بهي اللهجه. اخر شيء كنا عم نلعب شده، احكي لكم الموقف صار معنا. حلو. في عندنا شاب الله يرحمه طبعا الله توفى يرحمه. بالحرب. كنا قاعدين عم نلعب شده ريكس. مم. هو عم يحكي عم يحكي بصوت ابو مالحه، وواحد عم يحكي بصوت ابو قعقور، وامه قاعده من ورا الباب تسمع علينا. قام فتحت الباب علينا قال طلعوا من البيت عم بتضربكم انتوا هالصوت اللي عم تطالعوه. انا لحد الان ما بنسى لقطه تبعت حط واحده بالشريط الفوقاني وواحده بالشريط التحتاني، ما تحطوش بنفس الشريط بتفقع فياض. والله بيضحك الخير. كثير حلو، كثير حلو، ضحك. حلو. ضب الشناتي بضحك بس بتحس فيه حزن اكثر من هلا الضحك. ضب الشناتي بتقدر تعتبره كوميديا سوداء. طبعا ايه. يعني عم بيحكي عن الازمه والحرب وبدايه الازمه بسوريا صح. بطابع كوميدي. تمام. بس لا الخربه اقوى صراحة. صوت. استفتح قوس وصوت. شوف انا بحب الاثنين، بس التصويت عندي راح اقول ضب الشناتي بس كرمال شخصيه بسام كوسه يا عيني بالمسلسل، عليك. لانه بقدس هاي الشخصيه كثير صح. بحبها. مصطفى. الخربه. والله انا كثير زعلان لانه الاثنين هدول مسلسلين اعشقهم يعني، بس ضب الشناتي فيه حنين، فيه شو بدك كوميديا. تختار؟ ضب الشناتي مع انه الخربه حرام لازم يوصل كثير تقريباً كثير قوي. انا نص لحد لما بتفرج عليه ضب زعلان الشناتي. عليه. طيب خلينا نشيل الخربه وين هذا؟ هون ونحط ضب الشناتي. تمام. المباراة اللي بعدها حتكون بين بكرة أحلى وبين كسر الخواطر. محمد أوسو الاثنين. بطوله محمد اوسو الاثنين، بس بكره احلى كان هلا في انا مع- على فكره يعني بخربط بيناتهم. وأنا طيب. مين الله كسبه؟ رح أقلع. طيب باللحظه اللي بيكون اخذ فيها دور كسمه بيكون فيها كتير كوميديا، ما فيه دراما. لا أي بالعكس واحد. كسر الخواطر مو كسمه سلطه. كسر سلطة. الخواطر هو السلطه. ايه. هو اللي وزهير بيكون رمضان. تبع الماسوره اذ مكسوره. اي أيوة. واحد. وائل رمضان. كسر الخواطر هو وائل رمضان. كسر خواطر ما. بكره احلى معه ايمن رضا وكمان وائل رمضان. صح. ايه بس واحد بيكون اسمه كسمه وهنيك بيكون هون اسمه بيكون في سلطة. فادي صبيح ما كسر بالضبط. الخواطر. مع إيه. سلطه. مم. شخصيه سلطه اقوى. مم. هلا المسلسلين بصراحه اللي حابب يتفرج على مسلسل سوري بالشتاء هيك يضحك وينبسط، كم الاثنين بنصح طيب لو فيهم. بيكون في صفاء سلطان اي وحده بيكون مرته. كسر الخواطر. كسر الخواطر. خلص كسر إيه. خواطر.
عنده هي وقت بيجي بيقول ريحتك بتقرف. إيه. لا هو بتقول له ريحتك بتقرف. شوف حلوة، المسلسلين لقطة حلوين حلوة. ولكن في فرق صغير بيناتهم. بكره احلى فيه دراما شوي اكثر، اكثر ايه. كسر الخواطر. كوميديا. الدراما فيه كتير معدومه صح. يعني فيه دراما قليله والكوميديا واضحك. أكثر. احنا عم نحكي أضحك. اليوم على الكوميديا بشكل عام، فبدنا نصوت المسلسل الكوميدي الاكثر. انا برايي رح بلش انا تصويت كسر الخواطر. كسر الخواطر. كسر الخواطر بصراحه. بكره احلى على الصدام. نرجع للمباراه اللي بعدها نرجع. اللي هي بين عائله هون حبيبي. لا هون هون عفوا ايه. ولا شو حاطه على وشك، هي بويا ولا شو؟ هون في قوه شباب. تمام. مين ضياع ومين؟ ضايعه ودنيا. دنيا كمان المشكله ضياع عنا ضايع هيك. ودنيا اسعد سعيد. والله هي شوف هو قوي وما قوي بنفس الوقت. صح. نفس الفكره اللي حكيتها قبل شوي، واحد بس بيربطك هلا كوميدي الدنيا بس بيربطك فيه حنين انت ذكريات. بس هلا إذا إذا تفرجت بس عليه تضحك. يا عين عليك. هي الفكره انه دنيا اسعد مين؟ اسعد سمير. الدنيا اسعد سمير. إيه، صح. على ايامنا لما كنا كنا اطفال نضحك. ممكن نضحك. ضحكنا ونكت إيه، وتنفض. متعينك شلون؟ وما متعينك إيه. وكذي. هلا اذا بتشوفه بربي يمكن يجيك. تقلب معتي مو يعني بتقلب بس. لا ما لهالدرجه. لا بس مستحيل تضحك. لا ما رح ولا تضحك. ابتسامه بس- ما في بس ضياع اذا بس بتضل ضياع بتشغل لحد الآن. فيديوهات 100 واحد ما تقول. ضياع لحد الان تضحك. طيب نحن بس كنا متفقين المفروض بدون مقاطعه. تمام بس لا يعني هلا بس سؤال حتى شوي. الكلمه اللي عم بقولها بدون مقاطعه بتحكوا معي ما في خلص مشكلة. تمام اخي كريم فيك. خلينا نبلش من عندي على اليمين. تمام. باعتبار انا اكبركم. صح. اكبركم عمر واكبركم قدر. بس مو بالمسلسلات يلا. تمام ماشي. رايك معلم. الرأي بما انه ضياع نستاهل انه واحد يحكي عنه شوي. ضياع أيقونة المسلسلات السورية الكوميدية، غير هيك شهرة على مستوى الوطن العربي، غير هيك خامات وقامات الموجودة فيه من ممثلين سوريين مثل باسم ياخور والله يرحمه نضال سيجري، وطبعا ديبي ولا كان غيره ولا غيره، كلهم قامات، حتى كان زهير رمضان صح. موجود. فخلص يعني مسلسل بكل ما تعنيه الكلمة كان مسلسل حلو ومتناسق وما فيه غلطة، يعني تشتهي تطالع غلطة فيه. صح. حتى الكلمات اللي كانت موجودة ترند يعني. مزبوط. المشاهد اللي موجودة في مسلسل ضياع لحد الآن بيستخدموها كإفيهات كميمز صح. مثل جودة تبع شو تستخدموا قوية. الإفيهات يا قوية إلهي يا إلهي شو قوية. فصار في مسلسل ضياع ترند صراحة لحد الآن، مستعد واحد يشوفه مرة مرتين وثلاثة. تفضل. مثل ما حكى أبي مصطفى أعرف. دنيا اسعد سعيد اذا تفرجت عليه انا حاليا ما حاضحك. صح. ممكن هيك اشتاق انه كنت صغير حنين مثل اقول لك بذكرك بس ذكريات. ضياع لحد الان عندك هو باب الحاره على الاكل واحد منهم اجباري رح ينحب. حلو. فما رح اطول هذا رايي. اكبر دليل على قوه مسلسل ضيعه شو بدكم اكثر من انه الموقع اللي تصور فيه مسلسل ضيعه صار حاليا موقع خلينا نقول مثل موقع اثري او تاريخي، بتقدر تدخل عليه ببطاقه. صح. بس من وراء المسلسل شهر قريه كامله اللي اسمها قريه السمره انشهرت، صارت معلم سياحي بسوريا من وراء المسلسل. اللهجه تبعت هي الضيعه اللي ما حدا بيعرفها يمكن قبل غير اهل الضيعه او اهل اللاذقيه او اهل الساحل، صارت معروفه بكل الوطن العربي كمان من وراء هذا المسلسل. فيعتبر المسلسل يعني نقله بعالم الكوميديا بسوريا. أعطيني جملة أو كلمة عرفتها من المسلسل. مثلا كلمه فداء عم اخذ فدان. ايه تاسومي. تاسو كله تعلمناها من هيك مع انه ما بنعرفها للهجه. صح. فبتوقع محسومه محسوم اللعبه. محسوم أكيد ضياع. دنيا مع الاسف لبرا. طيب الماتش اللي بعده بين عيله 5 نجوم وبقعة ضوء. والله الاثنين ايقونيات، بس اذا بدنا نحكي اليوم كوميديا كوميديا طبعا هذا بس لنكون بالصوره عيد 5 نجوم يعني نحكي 5 نجوم 6 نجوم و7 نجوم. ايه يعني عم تعلن النجوم كله. بالضبط، يعني ما عم نحكي عن الجزء الاول بس عم نحكي لا، عن كله. السلسله. هلا شوفوا لكم شغله، باعتبار انه عائله 5 نجوم هي مختصره او محصوره في شخصيات معينه وبحلقات معينه، ففيك تقول انه يعني خلص مسلسل ماسك سيستم معين تمام. صح. وهذا على هالترتيب عم بتغير العيله، عم ينضاف حدا على العيله جديد، عم ينشال حدا من العيله وحلقات بين بعضهم مسلسل. اما بقعة ضوء انت عم تحكي عن الاف اللوحات الكوميديه المشكله اللي بيضحكوك واللي ما بتتوقع انه قديش فيها كوميديا، واللي طلع منها هلا كنا عم نحكي انه شخصيات مثل شخصيات اسعد مثل وجوده الخربه والخربه وابجانتي اوبجانتي، كلهم، يعني آه. تقريبا فيك تقولوا انه لما بتطالع كتاب كبير بتطالع منه شغلات لتفكر بسكتشات. صح. فوقع الضوء هو وقع كان الضوء مرجع يعني. لانه يطالعوا كل هالمسلسلات الكوميديا، فانا اكيد صح. برشح 100% وقع الضوء. انا بالنسبه لي عيله 5 نجوم كمان كل أيقونة. شيء هو مسلسل حلو، بس كل شيء مسلسلات قديمه كانوا يقولوا افيهات فيها او شيء نكت او كذا، ليش كنا نضحك عليها ما بعرف. هلا يعني اي شيء بتتفرج عليه من هذا المسلسل ممكن تبتسم. بقى الضوء مثل ما قلت
فيه سكتشات يا حبيبي، متعددة، هلا في فيه شغلة. شغلات جديده. انت لما شفت عيلة 5 نجوم شت كان عمرك؟ ما بتذكر، صغير كان عمرنا من 8 سنين 9 مم. سنين مم. 10 سنين ماكسيمو. كانت هذا الوسط العمري لنا. كانت تشوف حتى فيلم رعب ما يرعب كانت تخاف منه. صح. كنت تشوف مسلسل كرتون يعني ابسط مثال تشوفه واو صح. نعم انا بستنى الحلقه. صح. كان يا مكان لما انت تشوف المؤثرات يا لطيف شيء مرعب. هلا تفرج لما عليه. فراح تلاقي كل شيء صار عندك يا انت بكبر بالعمر ما راح يبين معك لا الكوميديا مزبوط وراح تبين معك الكوميديا الصح بيبين معك لما بتكبر. كبار وبقى حتى الدور. كان مسرحيات المصريه ما كنا نحبها. صح. ليش؟ لانه احنا كان مستوانا الوعي تبعنا ما يضحكنا هالشغله. صح. حتى لما كان يشغلوها اهالينا ما صح. نتفرج نحسها نكره. ممله. مم. يعني ما كنا نفهم النكت تبعيته. هلا احنا نفهم النكت نفهم. الكبيره والنكت الصغيره نحسها تافهه. تافه. انا بختلف معكم بشغله. شو انتوا اختلف. قلتوها تفضل. عائلة 5 نجوم و6 نجوم و7 نجوم، النكت اللي فيه انتم ما رجعتوا شفتوه من جديد يمكن، بس اذا بترجع ليش بتشوفه عملوا له تجديدات يعني؟ لا بس تبقى عم تقول انت اذا رجعت شغلته هلا ما رح يعجبك، بس انت اذا رجعت شغلته رح يعجبك لانه كان فيه معتمد على شغله ما هي موجوده بولا بوحده من المسلسلات القديمه. كان تقفيل في- الحكي. مو تقفيل الحكي، كان فيه عفويه، يعني بتحسه مو مسلسل، بتحسه مثل كانه فلوج اكثر من انه مسلسل، بتحس طريقه التصوير مو انه مسلسل ولقطات، تحس المخرج هشام شربجي كان بوقتها يمكن اكيد يفتح الكاميرا يلا جيبوا يلا ضحكوا. انتشروا. لا انتشروا. هلا هو في شغله حلوه في ففيه روح المسلسل. حلوه هلا في شغله عيد 5 نجوم كان بتحس بطق انه مخهم. ايوه يعني بتحس انه المخرج بيعمل لهم ريشاي كبير أيوة. بفرط له 3-5 حبايات أيوة. ولا يلا شباب فلتوا على التصوير. هي ولما بيكون ماسكين الطناجر وبيدقوا على هذا وايش بيغنوا يا الاغنيه. هويدا لك خلص. تصويت تصويت. على 5 نجوم. ابو مصطفى. عيل 5 نجوم. لا بقع الضوء يا اخي حرام بقع الضوء. يا زلمه بقع الضوء طيره. معناتها مرايا مع الوقواق. حلو. حبيبي اقول لك شغله الواق بعطيه 0 انا. لا اوف زعلت اي منك واحد كتير. واق اللي بيعصوا على جزيره ايه فيه رشيد عساف. رشيد لا، لا، عساف لا، بس لا. ياخذ. لا ما عجبني. والله لا يوم مالك شايفه. واذا ما شايفه مو بكون قول. لابس لبس ضابط وهيك. ايه ما والله بحبه. يا زلمه انا وانت مرحبا تتذكر لا مع عشرة. رمضان نفطر نتسحر ونقعد نشوفه. نتسحر ونفطر نحن. لا ما عجبني. انا طب. انا تقييمي له 0. طيب رح قيم انا مرايا. انا اللي ما بيعجبني هو مرايا بصراحه لانه ياسر العظمي كثير ردات فعله كثير اوفر. يعني كثير ما بعرف فيه لوحات بتضحك بس يعني انه هو كتمثيل فيه شغلات اوفر. بس الوقواق بالنسبه لي عظيم. هلا انا اشوف نزل بال 2020 الوقواق قبل إيه، 2018. والله انتم امركم غريب يا اخي. حدا أنا- بفضل وقوع لا مرايا. هدي شوي لا لا، مو تفضيل. مرايا قوي بس انا نحن بحكي نحكي- رايي. مم. الوقواق من اقوى المسلسلات. فكرته بتحكي فكره مسلسل الوقواق انه عن طبيعه البشر، انه نحن دائما بنتحجج انه لما الدنيا لما الحكومات صح، لما صح. الظروف. بيورجيك انه اذا مجموعه صغيره مؤلفه من تقريبا من 10 اشخاص اعطيتهم بلد كامله واسسوا حياه، بعد نعم. شهر شهرين رجعنا لنفس نظام حياتنا نحن موجودين فيه. وبيشرح لك طبيعه البشر، الراسماليه والديمقراطيه والبيروقراطيه كلها متمثله كل وحده فيهم بانسان. ففكرته رائعه، طريقه تصويره حلوه. لو المناظر اللي على الجزيره اليونانيه الجزائر مصور. يونان ولا بالجزائر؟ الجزائر. على الجزيره اللي بالجزائر بتجنن. ممثلين اداء قوي، مسلسل لا غبار عليه. خارق. ولكن لما عم نحكي قدامه مسلسل مثل مرايا اللي هو يعتبر مسلسل، يعني اذا بتسال اي انسان غير سوري بتقول له اعطيني مسلسل سوري بيقول لك يا باب الحاره يا مرايا بصراحه. فمرايا لازم وانا يفوز. بظن مرايا اقوى من باب الحاره لانه هو شهرته اقوى. ما بعرف ما بعرف من ما الناحيه لا، بس لا. انه مشهور كتير. ياسر مشهور بس مو العظمه تبع الحارة. يعني بالنسبه للوطن العربي ترند اقوى. طيب يعني مثلا انت عم تحكي عن ياسر العظمه هو مرايا، صح. فالناس بتعرف ياسر العظمه لانه بس مرايا، ما عنده ايه مرايا. مرايا خلص مرايا. انا لما كنت صغير بتعرف كنت افكر انه ياسر العظمه اسمه مرايا انه هو اسمه الانسان مرايا. بالمره كان طالعه مسرحيه الخربه اسمها او غربه على التلفزيون، عم طلعت هيك وياسر العظمه عم مثل، قلت له لاخوي لك طلع عم مثل معهم مرايا. اقسم بالله. خلينا نصوت يا جماعه. تفضلوا. انا مرايا انت مرايا واق مع تشيل الوقوه. واق شلون هيك؟ مرايا بكمل. طيب مرايا الماتش اللي كمل بعده معنا. هو بين مرزوق على جميع الجبهات آخر ويوميات مدير عام. اخر ماتش بدوري 16. مدير عام ومرزوق. والله شوف الاثنين. مرزوق مو نفسه أيمن رضا. ايمن رضا وبكون شكو لا بيكون ببيع مايت فيجي على السوزوكي. وبيحفر على الكنز بدور على الكنز. لا مو هذا. اثار بس بيحفر على الاثار. ست كاظم انت قصدك. ذاك لحظه ذاك شجاع رجل شجاع. نهاية رجل شجاع.
بضحك بضحك كثير حلو. بس مرزوق خربطت انا فيهم. مرزوق اللي بيكون عنده سياره هونداي يا اخي ايمن رضا، ايمن رضا هو في له مشهد بس اذكر فيه لما بيروح عند اخوه بينفخ القبيوات بيسوي سندوانات. لحظه انا عم بحكي ايمن زيدان يا زلمه. لا عم بحكي ايمن رضا وقت بينفخ السندوانات بيحشيهم رز، بنسكر هيك ايه صح هذا صح. هو مرزوق. عندنا هذا ايمن مرزوق. زيدان وايمن رضا يعني صراحه انا مسلسل مالي شايفه المسلسل، بس انا يوميات مدير عام يعني بحبه. كثير قوي. بس مرزوق كمان ككوميديا كتير قوي. يمكن لحد الان اذا بتشوف لوحاته بتضحك، لانه تقفيلات ايمن رضا كان بيعطيك شغلات فيها ايحاءات بشعه. يعني لما بتكون صغير بتضحك عليها بس ما بتعرف ليش، لما بتكبر تتفرج بتحس انه هو يعني ابن حلال بالايحاءات اللي بيعطيها. بس شوف لك شغله، مقابل معه يوميات مدير عام. اول شيء يوميات مدير عام الفكره تبعيته كانت فخمه، ما اتوقع فكره انتاج سوري، بتحسها ماخوذه مسروقه صح؟ اكيد مبين لانه بتحسها لكاسدي بابل صح. ما انه شلون مدير متقمص شخصيه عامل، متقمص شخصيه قرصون، متقمص شخصيه موظف، متقمص شخصيه معامل. على فكره معامل. بتعرفوا مين كاتبه للمسلسل يوميات مدير عام؟ الكاتب تبعه بتوقعوا مين؟ ايمن زيدان نفسه. لا بتعرف اللي مثل بايام دراسه اخذ دور محجوب محجوب والله. بايام دراسه. لا يا زلمه والله العظيم هو اللي حجلي مو حجليش كني تنسي ما نسيت بفتح اسمه. لايف على التيك توك. ايه نسيت اسمه، هو اللي كاتب يوميات مدير عام. والله ايه ايش والله اسمه؟ نسيت اسمه انا الممثل بعرفه محجوب. طيب المهم يوميات مدير عام يوميات مدير عام طبعا مرزوق على طبعاً، جميع طبعاً. الجبهات. ولكن معنا يوميات مدير عام هو بيربح وبروح على وهيك يا جماعه الخير خلصنا الدور الاول او دور ال16، وهلا رح ننتقل على دور ال8. رجعنا يا جماعه الخير لحتى نبلش بالدور الثاني الدور الثاني. بيعرف اللبناني الدور الثاني ارجع عيدا. لا خلاص حلوه ظريفه. هيفا بقصق. خلينا نبلش باول مباراه بالدور ال8. تمام يلا تمام. ضبوا الشناتي او ابجانتي. ضب الشناتي وابجانتي والله هذا ماتش قوي كثير قوي، كثير قوي. تمام ضبوا الشناتي او ابجانتي طبعا. يلا بالنسبه تفضل. لي انا ما حاحكي. حلقنا انا الشيء الموجود فيه بسام كوسه ما بحسن استغني عنه صراحه. بسام كوسه قوي بالكوميديا بكل شيء. هلا شوف قوي وعلى عيني، بس يا اخي والله ابجانتي فيه شخصيه ابو ليلى. مسلسل او ضب الشناتي الوحيد اللي بضحك بالمسلسل كتير هو بسام كوسه. اذا جيت لكل الشخصيات تانية عاديه يعني. لا ايمن رضا بيضحك. ايه طبعا يعني بس عم نقول وأمل عرفة. ايه تمام والله صوته ابو جانتي. طبعا لانه انا مع الشخصيات الاساسيه اللي في المسلسل اللي هي ابو ليلى، واكيد هذاك اللي ماسكه معه الحياه تحسه رفرفت همه انه يامن على الدخانات، خلاص حياته بخير. حتى ابجانتي كان شخصيته حلوه. شخصيته حلوه ضب الشناتي لانه فيه بسام كوسه ما بعرف. بس كمان لا تنسى كمان الحارس اللي كان حلمه انه يلعب برشلونه. فهد الصباح يمكن من اقل الادوار اللي كانت ظابطه معه، كان غليظ بالدور صح؟ يعني هو لا شخصيته لحظه هو كان عاطينه هذا الدور دور انه هو غليظ يعني. دور انه الشخص اللي منضاف، عرفت؟ طيب. ظريف دوره. فاذا فإذا بما ان حكينا كثير خلينا نصوت ورح ابلش تصويتنا عندي. هات اختار ابجانتي. ابجانتي ضب الشناتي خلاص ابجانتي بس بتاهل يعني معنا. بس انه احتراما وتقديرا لي. طبعا ابجانتي بتاهل معنا. هلا بدنا ننتقل طيب للبعدها. عنا كسر الخواطر صايعين ضايعين. قوي ما تفضلوا. بحسب كنت اسفق ايدي بتروح. والله مسلسلين لا شو بدك هون إيه. كسر الخواطر وضايعين صايعين ضايعين والله ما بعرف صراحه. صايعين ضايعين مقابل كسر الخواطر. صراحه ما بعرف انا مين بدي اصوت. كسر الخواطر انا بحسه احلى، فانا رح صوت لكسر الخواطر. انا بصراحه صايعين ضايعين كثير ضحكني، واذا بتفرج هلا برجع بعيد ضل بضحك. صايعين ضايعين او يعرب الموضوع عندك. انا الاثنين اذا برجع بتفرج عليهم هلا رح انبسط. واي وقت اشوفهم شغالين على الشاشه ما عندي مشكله اتابعهم بصراحه. من احلى المسلسلات الاثنين، واي واحد فيهم رح يطلع رح ازعل. ولكن الاقرب لقلبي بنتفه محمد اوسو. اي لاف يو. كسر الخواطر بيفوز. كسر يا الخواطر حرام. رح يفوز يا ورح يطلع حرام. صايعين ضايعين للأسف. محمد يا اوسو بس عشق. مو لازم كسر خواطر نحطه. لا. لحال. إيه. طيب هلا مرايا مع ضيعة. تفضل. هلا يمكن اتوقع هون راح يفوز واحد من بيناتهم اكيد. طبعا. اكيد يعني اكيد. وين المعلومه اللي يا جديده؟ سيدي غطيت علي عبد اللطيف بالتوقع. اتوقع في واحد راح يفوز. يلا شو انا اتوقع. ايش التوقعات؟ عندك لك اخ ايدي
اتوقع واحد لا يا زلمه. طيب توقعات 2023 اعطينا رايك. انا بدون راي تصويت سريع ضيعه لانه مرايا ما بحبها. ضيعة لانه مرايا دراما بميل اكثر. دراما سوداء. مين اخترت؟ اليوم كوميديا سوداء. شوف لو ضيعة نحكي لو بدنا نختار اكثر مسلسل سوري قوي وله تاثير ممكن نختار مرايا طبعاً. بس لانه اليوم حلقتنا افضل مسلسل سوري كوميدي. كوميدي فضيعة بالكوميديا مسكر رقم الملف. واحد. طيب فضيعة هلا انت ايش خليت؟ لا لسه ما في. طيب اوكي خلينا نحط ضيعة مع طيب الماتش اللي بعده بدوري الثمانية هو بين بقعة الضوء ويوميات مدير عام. تصويت شباب. برأيي بقعة الضوء طبعا. انت بقعة الضوء. بقعة الضوء تدلل مدير عام. لانه يوميات ايش مدير عام. تدللوا حبيبي؟ يوميات مدير عام فيه دراما كتير. ما حلو ما يعني فيه ضحك بس شو ما حلو يا دراما نحن بنحكي كوميديا فيه بحار. كوميديا ايه، فيه شوي. طيب بالذات وقت كان يجي على البيت تضرب في راسه الشجرة الرايحة والجاي تضرب في راسه. وهلا يا جماعة الخير خلينا نروح لدور نصف النهائي. وهلا يا جماعه رجعنا على دور نصف النهائي وطبعا تاهل معنا 4 مسلسلات واللي هن طبعا ضيعة راح يلعب مع ابو جانتي وكسر الخواطر راح يلعب مع بقعة الضوء. او ماي جاد. بلش الماتش الأول. مباراة قوية بس راح نشوف اول ماتش ضيعة مع ابو جانتي. انت برايك؟ تفضل عندك ابو نضال. والله لو كان يجي معي ابن خالي بس انا بختار ضيعة. مع ابو جانتي لا بس ضيعة بس بحاول. يعني ضيعة ما انت ما رايك انت بالاول؟ بصراحة الاثنين قوايا يعني طبعا. ما بعرف خلي رايي للاخير معلش روح. والله ما بعرف صراحة الاثنين بيضحكوا كتير. رح اختار ضيعة. ليش عم تغمض عيونك وانت عم تختار؟ لانه ما بدي يزعل ابو احلى شاب لا تزعل خوي. يعني صراحة يعني اكيد باعتبار انه انتم اكيد ضيعة فانا اكيد اختار ضيعة لانه اول شغله ضيعة يعني غنى غنيت راب بدون ما يحس. طيب يو ضيعة يتأهل على النهائي. نشوف المباراة اللي بعدها. كسر الخواطر مع بقعة الضوء. يا شباب انتم ملاحظين انه عاملين حلقة مسلسلات كوميدية عد ما الحلقة كوميدية فرطنا ضحك. طيب اوكي بكع الماتش الاخير بنصف النهائي بقعة الضوء. خلي ابو نضال يبلش من لا بلش. لك معلش انت قول احكي معك لانه بده يصير معي جليتش مع ايش اسمه جليتش. بقعة ضوء. شباب الماتش الاخير النهائي هذا لا بالنصف النهائي. هذا النصف نهائي اللي نصف راح النهائي. يفوز راح يتأهل ويلعب مع ضيعة هو بين بقعة الضوء وبين كسر الخواطر. خلينا نصوت من عندك بيعرف لانه ولا مرة اعطيتوني طيب انا اكون النهائي. بسرعة كسر الخواطر. ابو مصطفى. بقعة الضوء. او ماي جاد عندي بقعة الضوء. مع السلامة. كسر الخواطر زماسورة اسمك سورة. يعني هلا شوف لوحة حلوة فكرة حلوة ومحمد أوس قوي بس أنت عم تحكي عن كتير من الممثلين في بقعة الضوء كوميديين. وهلا يا جماعة رجعنا على المباراة النهائية والختامية وراح تكون صراحة مباراة قوية بكل ما تعنيه الكلمة. صح. كلاسيكو المسلسلات الكوميدية السورية بكل ما تعنيه الكلمة. يعني بقعة الضوء المثال عن سكتشات الكوميدية المجموعة في مسلسل واحد مقابل أقوى مسلسل كوميدي سوري شهده التاريخ المعروف بالوطن العربي رقم نمبر واحد. فضيعة مقابل بقعة ضوء. حلو. برأيك يا أبي ضال بسرعة؟ رأيي بسرعة بقعة ضوء حلو ولكن تبقى أيقونة الكوميديا هي ضيعة. انا بالنسبة لي بدي اطلب منك انك انت تصوت تصغير. طيب تعال نلعب حجر ورقة مصعب بصوت. اللي بيربح بيصوت. يلا تمام. صوت. حجر اللي بربح إيه. احنا ايش استفدنا؟ اللي بيخسر بيصوت. بيصوت. حجر ورقة مقص. يلا صوت. انا رح صوت. انت اخترت ما طلبت قصدي صوت. قلبي خلص عاد. صوت انت. بعرض اختي صوتت خلاص تركني يا زلمه. خلاص تركني شو بدي صوت. خيار صعب يا جماعة بس انا بدي اروح مع ضيعة. اصلي ابي اخترت ضيعة. طبعا. يعني انت هلا رايك ما بيأثر رأيك ولا بيأثر. خلص رح اختار ضيعة. يلا اختار ضيعة.
فاذا الفائز معنا ببطل الدوري حلقه افضل مسلسل سوري كوميدي هو شيل ضيعة ضايعة. شيل شيل يا طويل العمر يا شيل. طويل العمر شيل. طيب جاهزين نكشف توقعات؟ جاهزين. انا حاسس صار مثل ما صار معنا اخر مره. طال الكل فرحان. كلنا فرحانين وكله جاب. كله ربح كله ربح. يا جماعه توقعاتنا ضيعة ضايعة ضيعة ضايعة ضيعة ضايعة. كله جاب كله فرح كله انبسط. ثلاثة متوقعين ضيعة يعني لأنه تصور قوي، رعاك ما الله. هذا كان راينا وتصويتنا عن افضل مسلسل سوري كوميدي، ورايكم انتم بتقدروا تشاركونا اياه بالتعليقات تحت وتكتبوا رايكم شو افضل مسلسل كان لازم يفوز اليوم بهي الحلقه. وطبعا يا جماعه الخير اذا ما لكم مشتركين بالقناه اشتركوا بالقناه، حطوا لايك على هذا الفيديو وانتبهوا على حالكم تضبطوا منيح. إذا في كان مسلسل ما ذكرناه كتبوا اذكروا تحت بالتعليقات. بالتعليقات، وشو السبب اللي خلاكم تختاروا هذا المسلسل تحت بالتعليقات. ولهون وصلنا لنهايه الحلقه، كان معكم اخوكم ابي عرب ابو نضال البرنس من تيم ابو الليره. سلام. 3 2 1. احلى حماس. خلص 2 3. طبعا يا جماعه لا خلاص بدك خلص هالكلمه والله غصب عني ما عاد